قلت لك جنب المخفر القديم. حكيتوا معه شي تليفون؟ الرسالة من حوالي 5 دقايق. لك إشي ما أتحرك، أتركن يخطفوا الولد لكن مو فشلوا. وقف عندك أنت وياه ولك، أنا الشرطية أم أحمد. لا تخافوا يا جماعة، بعرفكن على حالي. أنا خبير الآثار الدولي من المتحف الوطني، وسيادة المحقق كبير المحققين بقسم الآثار في وزارة الداخلية. الحمد لله على سلامتك يا أميري. هي يا إلهي لقيناها وأخيرا. لا تخشى شيء، الشرطية أم أحمد موجودة. خوفت الحرامية وخليتهم يهربوا. شكرا إلك يا ست أم أحمد، فضلك وبفضل شجاعة هالصبي استرجعنا أغلى قطعة مسروقة من المتحف الوطني من سنين. انت بطل يا أمير، انقصت قطعة ثمينة جدا لبلاتها. يا حضرة المحقق، أنا مستعدة أساعدكم نقبض على الحرامية. محسوبتك شاطرة بالتنكر والنكوش ورا العالم. نتشكرك على حماسك يا ست أم أحمد، بس هي عصابة كتير خطيرة وهذا شغل الشرطة وما ممكن لأي شخص يتدخل. بس يا سيدي نحن بنعرف الحرامية شفناهم، يعني بنقدر نساعد. يا سيادة المحقق، نحن جارات ونلاحظ أدق التفاصيل اللي ما بنتبه عليها إلا نحن. تستفيدوا مننا ونحن نساعدكم. بالضبط، أنا ممكن أتنكر، أروح أعمل جاسوس عليهم مثلا. طيب بما أنكم مصرين رح أفكر بالأمر، بس بشرط واحد، كل شي رح يصير تحت إشرافنا، وأي خطوة متهورة منكم رح تعرض حياتكم للخطر. الله لا يقدر. موافقين، والأمان أولا. موافقين جدا. يلا يا بنات جهزوا حالكم. شفتوا فيلم ميمي المشاغبة؟ كملوا هذا الفيديو واعملوا اشتراك بالقناة ولايك للفيديو وروحوا شوفوا الفيلم واكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات. هدول هن اللصوص وحسنا نحدد هويتهم على ما يبدو انه لساتهم بالمدينة وعبدوروا على فرصة ليرجعوا اللوحة وينتقموا. أنا عندي فكرة. طيب إيش فكرتك يا ست أم أحمد؟ نستخدم اللوحة طعم، نعمل تمثيلية صغيرة عليهم، نقول إنه اللوحة انسرقت مرة تانية من الشرطة، هن أكيد رح يدوروا عليها، هون نقبض عليهم. فكرة كويسة يا أم أحمد بس خطيرة، العصابة ما رح تصدق هالحكي بسهولة. إيه معناها نستخدم شي تاني غير اللوحة؟ اسمحوا لي أتدخل، اللوحة كانت مجرد غطاء. العصابة عم بتدور على مفتاح سري مربوط باللوحة، وهالمفتاح هو اللي بهمن، مشان هيك لازم نخلي المفتاح هو الطعم. المفتاح، أنا بعرف إيش هالمفتاح. وقت هجمت عليهم سمعت واحد منهم عم يحكي المفتاح بحارة السلام، إنه المفتاح موجود عند حدا بحارة السلام، يعني رح يرجعوا لهون إجباري. أنتي متأكدة من هالحكي؟ أكيد، سمعتهم بأذني اللي بدهم ياكلون الدود، لهيك بدهم يرجعوا على حارة السلام. هذا بغير كل شيء، معناها خطتنا هي إنه نعمل مفتاح مسير ونتركهم يلاقوه، بس بدنا مساعدة منكم، بدنا حدا يراقب الحي ويتصرف بشكل طبيعي ليخدعون. ولو يا حضرة المحقق نحن جاهزين. أنا رح أكون العين الساحرة ورح أراقب لك الحارة ليل نهار. أنا رح أعمل حالي إما عم تهتم بولادها، بس بالحقيقة عم براقب كل كبيرة وصغيرة. وأنا رح أكون الطعم، رح أعمل حالي عم بدور على المفتاح كمان، بس يقربوا مني رح أعمل فيهم نفس مقلب الشرطية أم أحمد مرة ثانية، والله لا يشوفوني بمنامهم. طيب صحيح خطتكم يمكن تكون مجنونة بس محبوكة، وبإذن الله رح ننجح، ومن بكرة الصبح رح نبلش التنفيذ. جاهزين؟